لو الحكاية فيها إن فيتو. نتكلم عن البايوغاز. تمام، البايوغاز. عايزه اعرف البدايه جت الفكره ازاي؟ تمام. المشكله اللي انت شايفها ان في مصر طبعا بتمر بازمه في الطاقه، هل ده هيلوث البيئه ورايك في الفحم ايه؟ تمام. عايزين ندردش في الموضوع ده بالذات. تمام. اول حاجه، لو هنتكلم عن الفحم ما ينفعش اقول رايك في الفحم ايه، لان الفحم ده مش نوع واحد، الفحم ده انواع كتير جدا. يعني مثلا في فحم اللي هو بيستخدم حاليا في المصانع، زي مثلا فحم كوك مصانع الحديد، غير مثلا زي السمارت كاربون اللي بتنتجه المانيا. ده في اختلافات كتير جدا في السعرات الحراريه والانبعاثات اللي بتخرج منه وغيره، في اختلاف. لكن لو هنبص بقى على حته التلوث، تمام، كل المواد العضويه بيخرج منها اما بتيجي تتحرق وتطلع طاقه بيخرج منها عنصرين اساسيين، هم بخار الميه اللي هو H2O جاز، والكربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون. تمام. اي ماده عضويه او اي ماده تتكون من كربون وهيدروجين لما بتيجي تحترق بيخرج منها ده، بس الاختلاف اللي ما بين المواد وبعضها هي ايه نسبه الكربون دايوكسيد اللي بيخرج من الماده. فالفحم يعتبر من الاوائل الاشياء اللي بيخرج منها كميه الكربون دايوكسيد بكميات كبيره. فطبعا ده تاثيره على نسبه التلوث بيكون تناسب طردي، نسبه التلوث بتزيد. لكن في حاجات اقل جدا، مثلا زي الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي ده بيتكون من ذره كربون واحده، فبالتالي لما بيجي بيحترق بيصدر كميه برضه ثاني اكسيد الكربون، بس مش بنفس الكميات اللي بيصدرها الفحم، وهو ده العكس. تمام. فاما نيجي نتكلم على المواد العضويه كلها هتنتج غاز ثاني اكسيد الكربون، وكلها هتنتج بخار ميه. لكن مين الاحسن؟ طبعا الانقى والاحسن والاقوى هو الغاز الطبيعي. تمام. الغاز الطبيعي يعني المفروض ان هو بيعادل في القوه بتاعته زي اوكتان 112، زي مثلا بنزين، احنا عندنا بنزين 95 اللي هو الاوكتان نمبر ده، في الغاز الطبيعي بيعادل اوكتان 112، يعني اقوى منه بكتير. فكره البايوغاز بقى، البايوغاز اساسا مش انا اللي مخترعه، مش انا اللي عامله، لكن انا عملت بحث بيخدم على الفكره ذات نفسها، على الابلكيشن ذات نفسه. فكره البايوغاز تقريبا موجوده في العالم من سنه 1833. كانوا بيستخدموها الصينيين والهنود بشكل فطري، يعني فلاحين بيستخدموا الروث بتاع البهائم والحيوانات في انهم يحطوه في كلوز سيستم، حاجه منغلقه جدا، وبعد وقت معين بيجي يفتحوه بياخدوا الغاز ده يعملوه في عمليه الاناره، يستخدموه في عمليه الاناره، التدفئه، غيره، الطهي وغيره يعني. بعد كده كان في عالم سويدي ابتدى ان هو يهتم شويه بموضوع البايوغاز، او هي بعمليه الفرمنتيشن، عمليه التخمر، التحليل البكتيري للمخلفات ده وينتج الغاز. فلقى ان في 4 انواع معينه من البكتيريا هي المسؤوله كامله عن تحويل الماده من ماده عضويه خام زي مثلا الانيمال دانك او زي مثلا قش الرز ده، الى تحويلها لبايوغاز بطريقه ما. اول حاجه لقى ان انواع البكتيريا دي بكتيريا اسمها نون اكروبيك بكتيريا لا هوائيه، يعني بتشتغل في مجالات مفرغه من الهواء ومفرغه من الاكسجين. تمام. يعني في مجال مقفول، يعني في علبه مقفوله ما بيخشلهاش ولا هواء ولا بيخرج منها هواء. البكتيريا دي بتعمل على 4 مراحل او على 4 انواع. النوع الاول بيتم ان هو تحليل المواد العضويه دي من مواد صلبه لمواد اخف او مواد سهله او الى مواد سائله بشكل ما يعني. تمام. يعني بمعنى صح زي اي بكتيريا بتعمل في اي كائن حي بيموت، بيحصل ان البكتيريا بتبتدي تزداد على الكائن الحي ده، تبتدي تعمل له تحليل لحد ما يختفي خالص وتبقى العظم. هو ده بالظبط اللي بيحصل، اللي بتعمله البكتيريا بس على المواد العضويه. بكتيريا تانية بتبتدي ان هي تسحب الكربوهيدرات اللي موجوده في المواد دي وتحولها لسكريات. بكتيريا ثالثه بتيجي تاخد السكريات دي وتحولها لاحماض، تحولها لكحوليات، ومن كحوليات لغاز اسمه غاز البايوغاز. البايوغاز ده فيه نسبه ميثان بتوصل من 50 ل 70%، دي النسب العالميه، ونسبه ثاني اكسيد الكربون بتوصل من 15 ل 20%، ونسبه نيتروجين ومواد مختلطه بتختلف في نوع الماده المضافه بنسبه 10% الباقي. تمام. وفي بكتيريا رابعه هي بكتيريا الحموضه، هي مسؤوله عن يعني بتعمل على البي اتش ريشيو، معدل الحموضه اللي بيتم جوه الكلوز سيستم، النظام المقفول ده. تمام.
كل اللي بيحصل ايه؟ ان البكتيريا دي اللي هو العالم اكتشف ان البكتيريا دي بتحتاج وقت معين عشان تعمل عمليه التخمر ده عشان تنتج كميه غاز. وطلع علاقه سهله وبسيطه كده، قال ان كل 25 كيلو من الانبوت اللي هو بيخش المفاعل اللي هو الروث مثلا والميه، يعني 1% روث 1% ميه، يعني 1 لواحد، يعني 50، يعني مثلا 25 كيلو دول 12 كيلو ونص ميه و12 كيلو ونص روث بيخش جوه كلوز سيستم. البكتيريا دي بتحتاج 40 يوم علشان تبتدي تخرج من 25 كيلو دول 1 متر مكعب من البايوجاز اللي نسبة الميثان فيه بتوصل من 50 ل 70%. تمام؟ دي اللي هو وصل له. وبعد كده طبعا الناس ابتدت تبص على البايوجاز بشكل احسن شويه، لا احنا ممكن نخرج منه وممكن نستغله، بس المشكله كلها ان الكميه بتخرج، كميه الغاز المطلوبه من الكتله دي بتخرج بعد 40 يوم، وده وقت طويل جدا. يعني بمعنى مثلا مثال كده، لو انا راجل في البيت بتاعي بحتاج كل يوم 1 متر مكعب من الغاز ده، من البايوجاز، فمعنى كده ان انا عايز ديلي برودكشن، انتاجيه يوميه، فهحتاج 40 مفاعل علشان يبتدوا ان هم يشتغلوا في نظام انتجريشن سيستم كده، يبتدي ان هو يكمل لي كل يوم 1 متر. فده طبعا تكلفه كبيره جدا، حتى ان ممكن لو هنستخدمه على الماس برودكشن نلاقي ان المصنع علشان ينشئ البايوجاز هيلاقي ان كميه الغاز اللي هياخدها من المفاعلات اللي هيعملها ثمنها اقل بكتير، او هتعوض ثمن المفاعلات ال 40 مفاعل اللي هيعملها. اللي انا عملته ايه بقى؟ انا كنت ده الجزء ده قريته كله، وقريت الخصائص البكتيريه او المناخ البكتيري اللي بتتولد فيه البكتيريا ده، وقريت شويه في الميكروبيولوجي عشان افهم اكتر عن البكتيريا. ده طبعا ده خد مني سنوات عشان هنتكلم في نقطه بس معينه بعد ما نخلص الموضوع ده، خد مني وقت كبير. بعد كده قعدت ابص على علم النانو تكنولوجي، كان لسه العلم ما زال لسه خصب، لسه علم مثلا ما بقالوش من سنه 1965، وده علم لسه جديد يعني لسه ما خدش الوقت بتاعه. فكنت بتابع بقى ازاي ان المواد او الجزيئات بمقدار النانو بتختلف الخصائص بتاعتها، ازاي ان احنا ممكن نبني مصانع في احجام النانو والحاجات دي، وكنت مبهور شويه. فقريت عن جهاز اسمه STM Scanning Tunneling Microscope. ده جهاز استخدمه عالم اسمه دون ايجلر بشكل ما، ابتدى ان هو يعرف يحدد اشكال الذرات على سطح المعادن. يعني بمعنى صح ابتدى ان هو يشوف الذره بس مش بالمعنى الصحيح، بس ابتدى ان هو يقدر يتخيل موقع الذره على اي شيء، وده في حد ذاته انجاز. يعني احنا طول عمرنا بنسمع الذرات ولكن لا نراها. حتى يعني كل هو ما موجود في العلم دلوقتي هو تخيل، اقرب تخيل لما هو ماهيه الذره عامله ازاي. فطبعا التانلينج مايكروسكوب ده بيستخدم موضوع اسمه التانلينج ميثود، طريقه معينه بتبتدي من خلالها بيحسب التيارات اللي ما بين الشيت وما بين الجهاز ده، يبتدي ان هو يتخيل الذره بتاعته. بعد كده طبعا ده الكلام ده كان سنه 87. في 2005 عملوا حاجه اسمها موديفايد STM Modified Scanning Tunneling Microscope. ابتدى ان هو يسحب عدد ذرات، يعني في مثلا زي بن زي قلم كده بيسحب عدد ذرات معينه من على سطح اي معدن. وطبعا لما تكوني سحب عدد ذرات معينه، مثلا البن ده تقولي عليه 4 ذرات مثلا من ذرات النحاس، اما تبتدي تسخني الذره وتديها توصل لعمليه اسمها عمليه الاكسايتيشن، عمليه الاثاره الذريه، بينتج عنها حاجه اسمها فوتونز. الفوتونز دي بتبقى عارفه المقدار بتاعها قد ايه، الفريكونسي اللي هو الترددات والطول الموجي، وتقدري ان انت توجهيها في اي مجال انت عايزاه وتستخدميها بشكل احسن. وده طبعا طفره في العلم، نقله في العلم. ده بقى ادى لحاجات كتير جدا، اللي هو ازاي معالجه الذهب، وبعد كده استخدامها في اللي هو تكسير الخلايا السرطانيه وغيره. من اول معالجه الذهب لان هم يعملوا بنطلون ما فيهوش اي فراغ جزيئي، لدرجه ان لو اتدلق عليه ميه البنطلون ده ما يتبلش. يعني ده من ابسط الحاجات لاكبر حاجات. فانا طبعا عشان العلم لسه اي علم بيكون حديث، بيبتدوا العلماء عامه بيشدوا العلم ده ناحيه الطب والهندسه. الطب طبعا علشان بيكون في مشاكل بشريه او مشاكل في امراض بشريه، بيكونوا طامحين ان العلم ده ممكن يستخدموه ان هم يلاقي علاج من الخصائص العلميه الحديثه دي. وطبعا الهندسه عشان يحصل التطور التكنولوجي اللي احنا بنمر يعني بنشوفه على مدار السنين، على مدار الزمن. طبعا الاهتمام بالعلوم الاخرى بيكون متاخر شويه، يعني اي علم حديث بيتجر ناحيه الحاجتين دول الاول. فانا قلت ليه ما نقيس تاثير الفوتونات على الخلايا البكتيريه دي او على الخلايا البكتيريه دي.
حصلت على انواع بكتيريا وبطريقه ما يعني، ووصلت للميكروسكوب وعملت عليه تجربه معينه في ارسال باكج من الفوتونز على النواه بتاعه الخليه، ويشوف تاثير الجين يعني تاثير الصفات بتاعه الخليه. لقينا ان هو بيعمل حاجه يعني تعديل في الصفات الوراثيه للبكتيريا. بشكل ما بنقدر احنا نقرا الشفرات دي اللي هي الار ان اي، ونبتدي نشوف قد ايه الخصائص بتاعه البكتيريا دي اختلفت. عملت الموضوع اكتر من مره، وصلت لتجارب وحاجات كتير جدا لدرجه ان وصلت ان اطلع بكتيريا فيها خصائص وراثيه اقوى 38 مره من البكتيريا اللي هي بتستخدم في الاربع انواع اللي انا قلت لك عليهم قبل كده. خدنا الاربع انواع الجداد دول وعملنا منهم، طبعا خدنا الاربع انواع دول وعملنا منهم مزارع بكتيريه، وبعد كده ابتدينا ننتقي الانواع بتاعتها وننشئ منها سلالات وغيره. وبعد كده المزارع دي ابتدينا نحطها على ايه؟ المفاعلات بتاعه البايوجاز بنفس الانبوت اللي موجود اللي كل الناس بتحطه في العالم، ونشوف قد ايه هيحصل تغير. تمام؟ لقينا ان الغاز اللي كان بيحتاج عمليه تخمير اللي هي فيرمنتيشن بروسيس تايمنج بتوصل ل 40 يوم، وصلت ل 19 ساعه. يعني بدل ما بخرج الغاز بعد 40 يوم، لا انا بخرج كميه الغاز من ال 25 كيلو دول 19 ساعه. بس في حاجه كل دوت النوع بكتيريا تم تطويرها جينيا. هو بس عشان ما نخشش في حته التطور والحته دي، احنا مش بنطورها جينيا، احنا بالظبط اللي احنا عملناه في البكتيريا ايه؟ ان في مثلا ولد عايش في مكان فقير، تمام، وبيتعلم في مدرسه فقيره، خدناه وحطيناه في مناخ احسن، عايش في فيلا في مدرسه انجليزيه او مدرسه امريكيه، فبالتالي مستواه تغيير افضل. لكن احنا ما بنطورش البكتيريا، ما احنا ما بنطورهاش، احنا بنحسن السلاله بتاعتها، بنعيشها في مناخ احسن عشان ما نخشش في حته التطور اللي فيها خلاف ديني وخلاف علمي. احنا بعيد عن كده خالص. فبعد كده لقينا ان هو بينتج الغاز بعد 19 ساعه، فحبينا نشوف عمليه الديكاي، لان البكتيريا دي بيجي عليها وقت وبتموت. لقينا اساسا ان المفاعلات الاساسيه بتحتاج مثلا 18 سنه وبعد كده ما تقدرش تنتج بايوجاز تاني، خلاص هو حلل كل الكميه. يعني كده الصلاحيه تقريبا لكن لقينا في البكتيريا بتاعتنا طبعا عشان هي بكتيريا ما فيهاش الصفات الخلقيه اللي هي صفات الخالق اللي ربنا خلقها بيها، ان هي مضافه اليها بعض الاجواء ومحطوطه في مناخ احسن، لان ان فيها ديكاي بيوصل ل 9 سنين، يعني بدل ما تعيش 18 سنه تعيش 9 سنين. بس بما ان هي مصنعه فالمعمل يقدر يصنعها، يعني يطلع منها كميات كتير، فبالتالي ما فيش فيها مشكله ان احنا ممكن نصنعها في المعمل ونصنع منها مزارع كبيره جدا وكميات كبيره. تمام، دي حاجه. تاني حاجه فقلنا نيجي بقى نمسك العينه بتاعه الغاز دي ونشوف التغير في الكواليتي بتاع الغاز. كنت لسه هقول لك. تمام. خدنا الكواليتي العينه بتاعه الغاز ورحنا معهد البحوث البتروليه، عملنا تجربه هناك، تجربه كانت غاليه جدا في الفلوس يعني. لقينا ان نسبه الميثان اللي هي كانت بتتراوح من 50 ل 70% في المفاعلات العاديه بتوصل معانا ل 86% من الميثان من غير اي فلتره. انا حاليا المشروع ده بيتنفذ مع شركه، ففي شركه كنديه اكبر شركه لانتاج الميثانول في العالم، بس مش هقدر اقول اسمها يعني. بعتنا ليها العينه، الناس دول بعتوا لنا خطاب انبهار، لان مفيش مفاعل بيقدر يطلع الكميه دي في العالم كله، يقدر يطلع الكواليتي ده بتاع الغاز، لان هو يفرق معاهم الكواليتي شويه عشان انتاج الميثانول والحاجات الطبيه الاخرى. طبعا الانيمال دانك ده مواد نيتروجينيه، اللي بيخرج منها ده بيصنع منه بيخرج منه سماد عالي النيتروجين جدا، فلو حطيته على الارض بيزود من الخصوبه بتاعتها. وكان في بحث نشر سنه 2004 الدكتور احمد الشربيني من مركز البحوث الزراعيه بيوضح قد ايه السماد بتاع البايوجاز ده بيزيد من خصوبه التربه. فعلى سبيل المثال ان نسبه القمح اللي بتزرع بعد وضع سماد البايوجاز بتزيد 12%. يعني مثلا انا لو بزرع 10000 فدان هيطلعوا لي مثلا 10 طن، لا ده هيزيد كمان 12%. يعني مثلا يزيد 10000 طن ممكن يزيد 1200 طن كمان على 10. طب انا عايز اتكلم بقى عن حاله الملوثات، هل في اي ملوث؟ لا خالص، لا خالص. هو الغاز اللي بيستخدم ده بيتحصل له عمليه فلتره، يعني في اجهزه فلتره موجوده عالميا مصنعه بقى بتوصل نسبة الغاز دي بدل ما هو 86% ممكن توصله ل 100% ميثان، او ممكن توصله ل 95% ميثان، فبيعادل بيعادل الغاز الطبيعي اللي موجود.
لان الغاز الطبيعي اللي بيخرج من البير مثلا زي اللي بيخرج من بير ابو قير اللي موجود في اسكندريه نسبه الميثان فيه 97%. تمام، بتتراوح من 94 ل 97%. فبالتالي انت ممكن لو وصلت نسبه الميثان في الغاز اللي خارج ده ل 94 او 97% فخلاص انت اكنك بتتعامل مع غاز طبيعي او بتتعامل مع غاز جاي من بير بالظبط. فاصبح ان المفاعل اللي كان بيحتاج 40 مفاعل عشان يطلع ديل برودكشن لا هو مفاعل واحد بيبتدي يعمل حاجات دي. فيتو.